طبيعي إن لما ممثل يعمل أهم فيلم في حياته ثم يفوز بالأوسكار للمرة الأولى إن دي تبقى انطلاقته الحقيقية ومسيرته تتوهج أكتر عشان يوصل لأعلى مكانة ممكنة في هوليوود، لأن ده قمة النجاح وكله زي الفل، خصوصا في حالة واحد زي كيسي أفليك اللي عاش سنين طويلة تحت ظل أخوه بن ومش قادر يطلع من الخانة الضيقة بتاعة الممثل الموهوب بس مش بيعمل أفلام مهمة ولا حد بيعتمد عليه. لكن عند نفس النقطة اللي حقق فيها كل شيء هتقع كل حاجة برضه على دماغه عشان يتكنسل مع المتكنسلين بعد ما تظهر حقيقته ومصايب الماضي اللي حاول يخفيها ويتخلص منها. لكن زي ما تقول كده عمله الأسود هيلحقه بعد الأوسكار اللي لو كان تأخر بس سنة واحدة كان مستحيل يكسبها فعلا حتى لو عمل أحسن أداء في تاريخ التمثيل كله. فإيه اللي حصل بالظبط؟ ويعني إيه عقدة الأخ الكبير اللي عطلت مسيرته طول السنين دي؟ وليه هو نفسه ما كانش واخد الموضوع بجدية لغاية التحول اللي هيخليه من أكبر نجوم المجال؟ وعلاقة ده بكريستيان بيل وصولا للمصيبة اللي عملها في 2010 والاتنين اللي رفعوا عليه قضايا مخلة بالشرف وتأثيرها عليه وعلى محاولات عودته؟ وهل الاتهامات دي حقيقية ولا لأ؟ اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى نشوف مع بعض. After nearly 25 years as an actor, Affleck says he still wonders about his place in the business. But Casey's star is about to rise thanks to two new films that feature his talent that's gone so unnoticed for so long. You know, I came across a New York Times headline from a few years ago that said Casey Affleck should be more famous. A curse. I was never treated like, oh, this kid's going to be a success. Anytime I was in a room with people that were very successful, the attitude was kind of like, what's he doing here? I tolerated that kind of behavior from other people, and I wish that I hadn't. And I regret a lot of that. I really did not know what it was, what I was responsible for as kind of the boss. كيسي أفليك من يوم ما اتولد وهو بطبيعة الحال في ظل أخوه الكبير بن حتى قبل الشهرة والنجاح وبسبب طبيعة حياتهم العائلية وأبوهم السكير ثم انفصال العائلة بعد كده فكانوا قريبين جدا من بعض مع أمهم. وكيسي ماشي ورا أخوه في كل حاجة سواء دراسة شارع بيت كله. حتى لما بن بدأ يهتم بالتمثيل هيدخل وراه على طول لما يعمل مسرحيات أو إعلانات ولا حتى يشارك ككومبارس في الأفلام اللي بتتصور في المدينة بتاعتهم هيبقى كيسي برضه معاه. لكن فكرته الأولى عن التمثيل على حد تعبيره هتيجي من مقابلات جمعيات مدمني الكحول اللي كان بيحضرها مع أمه وهو صغير عشان يتكلموا عن تأثير أبوه على حياتهم واللي بيعمله. فكان كل طفل بيحكي من وجهة نظره عن طريق إن هو يمثل اللي بيحصل بشكل ما أو يعني يقدم أداء تخيلي عن شكل التعامل في البيت وأبوه بيتكلم إزاي ورد فعله وعيلته وهكذا. وده هيخليه ممثل بالفطرة من زمان عنده أساس يقدر يبني عليه بعد كده. My mother would take me to the Al-Anon meetings for children of alcoholics, and there would be lots of kids there, and they would reenact the person at their home who they were trying to understand. It was therapy, but it was acting, and it was and acting has sort of been that for me ever since. ورغم ان كيسي كان الاول اللي ياخد دور مهم ويقبض عليه شويه فلوس حلوه مع فيلم تو داي فور مع المخرج جاز فان سانت، اول حاجه عملها حب يعلم بقى على اخوه ولا يرد ليه اي حاجه من اللي بيعملها معاه، واشترى ليه كمبيوتر لطيف كده استخدمه بين افليك وصديقه مات ديمون عشان يخلصوا سيناريو بقالهم فتره شغالين عليه عن مراهق عبقري الدنيا مش ماشيه معاه اسمه جود ويل هانتنج، واللي هيخليهم هما الاثنين نجوم وهيكسبوا عليه الاوسكار كافضل سيناريو، وهيشارك كيسي فيه بدور صغير كبرضه اخو بين افليك، وهياخدوا معاه تاني في تشيسين ايمي في نفس السنه. وخلال الجزء الاول من مسيرته وتوهج مسيره بين افليك على الجانب المقابل هيفضل هو اخو بين افليك الصغير محدش يعرف له اسمه ولا حد مهتم، وبالتالي محدش برضه هياخده بجديه كممثل، وكل الكلام عن ان اخوه هو اللي بيزقه ولا اصلهم بيشغلوه مجامله، ولو حد عارف شكله فهيكون مثلا من ظهوره في سلسله اوشن مع براد بيت وجورج كلوني ولا حاجه، ومثلا لما مجله كبيره زي بوستون ماجازين تعمل عنه بروفايل او موضوع مهم هيبقى بقى عنوانه ايه؟ افليك الاخر، يعني الواد اللي اخو بين افليك وخلاص مهما كان ناجح ومهم لدرجه ان هم يتكلموا عنه اصلا، وبالتالي هيسيب السينما خالص ويكمل دراسته في الجامعه، لكنه سريعا ما هيرجع تاني بعد سنتين لانه مش لاقي نفسه هناك ولا مرتاح في الدراسه. Anytime I was in a room with people that were very successful, the attitude was kind of like, what's he doing here? You know what I mean? Like, hey kid, you know, you must be happy to be in this room. It didn't always make me think, yeah, man, I am here. Like, didn't fill me with pride and confidence. A lot of the time it would knock you down a bit and make you go like, man, I'm really like, there must be something about me that says I don't really belong
in the upper tier of people and wherever my field is. وعلاقته مع أخوه في السينما دي هتخليه يعمل حاجة كده زي إنه يتكيف مع الوضع وما يحاولش يغيره بأي طريقة ملفتة للنظر أو سريعة، وإن هو زي راضي بمكانه ومتقبل إن أخوه مشهور أكتر منه وهو النجم، لكن على الأقل في الوقت الحالي مش عايز يستعجل على نفسه ولا يعمل حاجة يندم عليها بعدين، لكن هيبني مسيرته واحدة واحدة بهدوء، حتى لو ده معناه إنه مش هياخد شغله بجدية لفترة طويلة، وهيرضى بالدور ده بشكل ساذج لغاية ما يلاقي فرصة ممكن يثبت نفسه فيها. ويمكن حتى تقول إنه أخيرا بدأ يبحث عن حاجة ليه هو أول ما بدأ الشغل على فيلم جيسي جيمس أو The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford، وتقدم لتجارب الأداء مليون مرة ومفيش فايدة، وكل شوية يكلمهم ويقول لهم عايز أجرب تاني، لغاية ما وكيله والمخرج وكل الناس قالوا له ما خلاص بقى يا اسطى بطة مش ليك، شوف نصيبك في حتة تانية ما توجعش دماغنا. ولو بس هو برضه مش هيستسلم لأنه قرأ الكتاب والسيناريو ومش شايف حد غيره في الدور ده، وعشان كده لما يمنعوه من تجارب الأداء تاني هيصور نفسه ويبعت خطاب للمخرج ويقول له هو ده اللي هعمله في الشخصية وشوف انت بقى، وفعلا وافق عليه في النهاية، يمكن بس عشان زهق منه وعايز يريح دماغه. وطبعا هيترشح للأوسكار لأول مرة في حياته كأفضل ممثل مساعد مع براد بيت، وهيكون ده أحسن حاجة عملها في مسيرته لغاية اللحظة. I was shooting Jesse James at the time, which was kind of a big break for me. It was a studio movie, it was Warner Brothers, and Brad Pitt was in it, and it was one of the best things I'd ever read. So it was something that I really, really wanted. I auditioned for it, 7 times. I had to fight hard for it because nobody knew who I was, and nobody wanted to put me as the lead of a bigger movie like that. When I got that part, it was a big break. والأهم إنه هيطلع بدرس مهم من الفيلم ده، مش ليه هو بس لكن لأي حد، وهو إن ما تسمعش كلام الناس، ومفيش حد فعلا مهتم بيك ولا فارق معاهم، وأنت المسؤول الوحيد عن نفسك وحياتك ومسيرتك، لأن محدش هيقعد معاك بعد كده عشان يشوف نتيجة نصيحته ولا كلامه ليك. وهي الحياة كده، ما تلومش غير نفسك على اختياراتك. وفي نفس السنة هيعمل برضه الجوهرة الأندرريتد جان بيبي جان، أول فيلم من إخراج أخوه، وكان فيه بقى كل حاجة هتخلي كيسي ممثل كبير ونجم بعد كام سنة، بس برضه لسه في حاجة جواه مش بتخليه يفهم ده ولا يقدر إمكانياته فعلا، أو هو جاي هنا يعمل إيه بالظبط، لأن حتى لو هو مش مدرك ده فدماغه دي بتأثر على سمعته وشغله وتصرفاته. يعني لما يطلع في حفلة جوائز نقابة الممثلين أو الساجا ووردز بياكل لبانة وقاعد يهزر ويضحك ومش محترم حد ولا فارق معاه كل الناس الموجودة، وبالذات المكان اللي هو فيه، فبدل ما كان موجود كالشاب الموهوب المترشح لأحسن ممثل بقى العيل الصايع اللي شايف نفسه علينا ومش مهتم، ومن غير كلام كتير مش ممكن يفوز بأي جايزة، وبالذات في الأوسكار كمان مش هيكسب ولا حتى هيترشح تاني بعد دي، لأن فوق كده مفيش أي أدوار كبيرة أو مهمة هتتعرض عليه، لأنه مش مقدر الفرص ولا الناس اللي معاه، وحتى لو زي ما هو قال أصله مش متعود على الأضواء والمناسبات دي، والضغط عليه كبير لأنه مش قادر يتأقلم، فده مش سبب لسلوكه بشكل عام، عشان حتى وسط كل ده والمكانة اللي وصل ليها كممثل بعد الفيلمين دول والترشح للأوسكار وطالع بقى من نجاح للتاني، قام بعدها على طول عمل إيه؟ ضيع 2 من عمره في تجربة غريبة عجيبة مع صديقه المقرب وأخو زوجته خواكين فينيكس كمخرج لخدعته الكبيرة I Am Still Here، اللي حاولوا فيه يقنعوا العالم كله إن فينيكس اعتزل التمثيل وعايز يبقى مغني خلاص. To explore what I thought would be a very interesting period in his life. I knew that he said he didn't want to act anymore and he wanted to try doing music. Now right there, that just says something's gonna happen. عشان بعدها ب2 في 2010 يعلنوا ان الموضوع كله كان لعب على الناس عشان يكشفوا عن الجانب الاخر للشهرة واهتمام الجمهور بالمشاهير وازاي سهل التلاعب بيهم باي كلام واخبار مغلوطة. وزي ما كان الفيلم ده هيقضي على مسيرة فينيكس، كيسي هو كمان هيدفع ثمن كبير سواء بالسنين اللي ضيعها او رد الفعل السلبي والغاضب من داخل هوليوود على الحركة اللي عملوها هما الاثنين على الناس كلها. People didn't get the joke. They didn't, and what's more is I think it sort of annoyed people because they thought we were trying to sort of pull the wool over their eyes. لكن ده هيتغير لما يتحط في تحدي مش سهل ابدا مع ممثل تقيل زي كريستيان بيل، اما يشتغل معاه في دور الاخ برضه خلي بالك في فيلم اوت اوف ذا فيرنس سنه 2013، واللي على حد تعبيره هيغير نظرته للسينما والتمثيل وكل حاجه في حياته لما يبص لبيل في مشهد وهو قاعد جنبه ويتصدم من مدى عبقريه بيل والسهوله والتلقائيه اللي بيتكلم بيها، رغم ان المشهد يعتبر عادي جدا وما فيهوش حاجه واو يعني، في حين ان هو بعمر 35 سنه وبقاله بتاع 15 سنه بيمثل، كان لسه بيلعب بوشه مش بيمثل فعلا. Something about Christian, who I did most of my stuff with, that is just he's so good. Whatever he's doing, it sort of rubs off on other people around him. When I started that movie, I remember on my first day of shooting that movie, we were doing a scene where I went to visit him in prison. So we did one scene in the morning, and then I felt like it kind of sucked, and I told him that I didn't feel that I had done a good job. I said, it was my first day, which is always really hard, and then I felt sort of lost, and he said, oh, lost is great. Like lost is a good thing to feel. And that was sort of the perfect response, and it made me just relax, and
also gave me some insight to how he works and how to be a better actor. طب هو قال الكلام ده لمين؟ اخوه الممثل والنجم اللي المفروض بقى قدوته؟ لا، كلم صديقهم مات ديمون وفضفض معاه بالكلمتين دول، وكان اول واحد يشهد التحول ده في تفكيره عشان ده يغير حياته تاني. ازاي؟ لان مات ديمون وصديقه جون كراسينسكي طلعوا بفكره فيلم مانشستر باي ذا سي على اساس ان ديمون اللي هيبقى البطل، واحتمال كبير كمان يخرجه، لكن مع الوقت لقى نفسه مشغول ومش هيقدر لا يمثل ولا يخرج. فاول واحد جه في دماغه كان مين؟ كيسي افليك، اللي خلاص بقى اداها واحده شعبان عبد الرحيم وهبقى ممثل جديد ومش زي الاول، وقال في نفسه طب ما نديله فرصه ونشوف هيحصل ايه، خصوصا وان كيسي كان يعرف المخرج كينيث لونجران بالفعل واشتغل معاه قبل كده في مسرحيه سنه 2002، ويعني فاهم طريقته وهو عايز ايه بالظبط، وبالتالي هيطلع معاه بشكل اول مره نشوفه في مسيرته كلها في السينما، لان هنا كيسي مش بيمثل ولا بيديك احساس انك بتتفرج على تمثيل، لكن بتشوف ناس حقيقيه بيعيشوا حياتهم قدامك في نقطه معينه من الزمن اللي بتحصل فيه الاحداث دي، زي خدعه بسيطه كده بتخلي المشاهد يتشد للقصه ويتعلق بالشخصيات، رغم ان اغلب الوقت بيتكلموا عن حاجات عاديه جدا، لكنهم في الحقيقه بينقلوا مشاعر اعمق من انها تتقال بشكل مباشر. وبالتالي عبقريه كيسي بدات قبل الشغل اصلا، وكان محتاج يعيد اكتشاف نفسه كممثل عشان يوصل لمرحله انه بقى يعرف يملى الفراغ اللي حواليه بالصمت، يعني ما يتكلمش ولا يقول حاجه، مجرد تشوفه تفهم هو عايز ايه، كأب او رجل خلاص فقد قدرته على التعبير عن نفسه، وعلاقته بالعالم بقت من الداخل للداخل مش للخارج، ما عندوش غير الألم المكتوم اللي جواه عشان يخليه يحس انه ما زال على قيد الحياه. واللي عمله أفليك هنا هو بعكس ما اللي اغلب الممثلين بيعملوه، وبيحاولوا دايما يظهروا الألم ده على الشاشه عشان الجمهور يحس بيه ويفهمه، هو بقى عارف كويس ان الحزن ده بيستخبى، وبيحاول قدر الامكان ما يبقاش باين قدام الباقيين، لان اي حد في الموقف ده في الحقيقه ببساطه مش عايز حد اصلا يلاحظ ألمه عشان ما يجيش يوجع دماغه ويكلمه زي ما طليقته عملت كده في الفيلم، لانه ضعف قدامها وما قدرش يسيطر على مشاعره. There's nothing there. That's not true. That's not true. You don't understand. And I don't Of know course what I this... do. I know you understand. I've got to go. I'm sorry. عشان حرفيا ماشي على ازاز، كل حركه او كلمه او حتى تلميحه ممكن تجرحه وتدمر التماسك السطحي اللي بيتظاهر بيه، ومع كل يوم بيزيد الحمل اللي هو شايله على كتافه وبيخلي مشيته اتقل واصعب، وفي خطر اكبر من الضغط على الازاز ده عشان ما ينفجرش ويموت نفسه بجد المره دي، لان الفكره مش في ان الشخصيه تكون محبوبه ولا تتعاطف معاه مثلا، ده مش مهم، لكن الاهم انه يبقى حقيقي وواقعي، مفيش بقى لقطات البكاء والعويل او الانهيار بعد كل مشهد، حتى لما يبقى لوحده بعيد عن الناس، ولا في احلامه زي لما شاف الطفلتين وهم بيقولوا احنا بنولع، ما قامش يصرخ ولا يحاول ينقذهم كالمعتاد، او حتى لما كان هيولع في البيت تاني مع ابن اخوه بعدها على طول، لكن هو خلاص nothing can hurt me anymore، مفيش حاجه اصلا ممكن تتاثر تاني، هو حرفيا مات يوم حريق البيت ولبس الدور ده كده كانه زومبي موجود وخلاص بس مش عايش، والصدمه ملهاش حل ولا هتنتهي مع الوقت، عشان كده مفيش نهايه لطيفه او حتى كلوجر بعد كل البؤس والاسى والالم ده، مش هيوصل لحاجه ولا هياخد ابن اخوه بالحضن وانا حاسس بيك يا حبيبي والمشهد المتوقع اللي كلنا كنا منتظرين نسخه منه، لكن اقرب حاجه لكده هتكون بمنتهى الهدوء بلا انفعال او دموع او حتى تاثر حقيقي. I can't beat it. I can't beat it. I'm sorry. مش هيطلع منه اكتر من كده لان مفيش حاجه غيرها، ودور كيسي افليك في كل ده ما يقلش عبقريه عن الشخصيه نفسها ولا كتابتها، من ايقاعه لحركته وطريقه كلامه وحتى يا اخي لغه الجسد بالملي مع كل احساس بيحس بيه، ماشي كانه نص صاحي ونص نايم او هامد، كل ما تبص في وشه تحسه يا هيقع ينام او يتخانق زي ما بنشوف كده كل شويه، عشان يزود عزلته اكتر بين كل الشخصيات الموجوده ويخليه على شفا حفره من الانهيار. He's sort of dysfunctional emotionally. He's been disabled in some ways, and he's holding on to a huge, gigantic lump of emotion inside, but it doesn't come out because it's just too painful. But you are meant to sort of feel it simmering, and when it does come out, it comes out as he starts to fight with somebody. وطبعا مش مفاجأة يفوز بالأوسكار في النهاية وسط منافسة كانت شديدة جدا في السنة دي بالذات. طب كل ده جميل وزي الفل، وأخيرا كيسي أفليك أثبت نفسه خلاص وكل الناس هتاخده بجدية من يوم ورايح، ويعتبر كمان تخطى أخوه اللي خد الأوسكار قبل كده ككاتب ومخرج مش ممثل، ويعني علم عليه بعد كل السنين دي وعمل بقى كل اللي هو عايزه، والمستقبل قدامه بلا حدود للي ممكن يقدمه. صح؟ لا مش صح، عشان أعلى نقطة في حياته دي هتكون أسوأ حاجة حصلت ليه برضه زي جيمس فرانكو كده لو تفتكر، لأن ماضيه اللي كان معتقد إنه اختفى ومحدش فاكره هيرجع يدمر حياته ويقضي عليه. ازاي؟ لان في 2010 اثناء تصوير I'm Still Here اللي كان كيسي مخرجه والمسؤول عن كل حاجه فيه، وكله كان عباره عن رجاله شغالين مع بعض ما عدا 2 ستات بس وسط الطاقم كله، هما الاثنين بعد كده هيرفعوا عليه قضايا بتهم تحرش وتعرض ليهم بطريقه مش لطيفه، اولهم
وليهم منتجة معاهم اسمها أماندا وايت اللي ادعت تعرضها لمضايقات مستمرة منه. وفي إحدى المناسبات أفليك خلى واحد من أصحابه يعمل تصرف غير لائق قدامها عشان يخليها تشوف منظر ملوش لازمة. ده غير إنه كان بيتكلم بطريقة مسيئة عن الستات وبيحكي مغامراته مع اللي عرفهم قدامها عشان يهينها بكلام ما ينفعش يتقال. زائد إنه في مرة قال لها بالنص كده يعني على حسب كلامها: أنت مش ناوية تخلفي ولا إيه يا جاموسة أنت؟ خلاص بقى كبرتي على الدلع ده، ما تيجي أساعدك في الموضوع ده. وفوق كل ده قالت إن أفليك حاول يضغط عليها عشان تشاركه في أوضة الفندق، ولما رفضت هددها وحاول يخوفها وفضل مش راضي يسيبها في حالها، ثم بدأ يبعت ليها رسائل فيها إهانات وألفاظ مسيئة. مش بس كده، لكن الست التانية اللي كانت مديرة التصوير أو السينماتوجرافر قالت إن أفليك وباقي فريق التصوير كانوا بيضحكوا ويقولوا نكت مسيئة عليها إنها المفروض تنام مع واحد من مساعدين الكاميرا. ثم لما سافروا نيويورك للتصوير بدل ما يدفعوا فلوس فندق هناك ويتكلفوا كتير، قال أفليك وفينيكس إن الطاقم كله يبات عندهم في الشقة أحسن، ولأنها كانت لوحدها وسطهم فخواكين فينيكس عرض عليها أوضته الخاصة بعيد عن الباقيين وهو هينام في الصالة معاهم. جميل، لكن طبقا ليها صحيت في نص الليل ولقيت كيسي أفليك نايم جنبها وما تعرفش دخل إزاي ولا عمل إيه قبل ما تقوم. ولما صرخت فيه عشان يبعد عنها رد بكل برود وهو سكران ليه، ولما صممت طلع وهو متضايق، وبعدها سابت الفيلم كله ومشيت على طول. لكنها اضطرت ترجع بعد كام شهر عشان مش لاقيه شغل في مكان تاني، ومن جديد هيستلمها كيسي أفليك كل شويه، وعلى حسب كلامها كانت بتتعرض بشكل شبه يومي لتعليقات جنسيه وتلميحات وسلوك مش لطيف بالذات من اصحابه والطاقم. كل ده بيحصل قدام أفليك واحيانا كمان بتشجيع منه، ولو اعترضت ولا رفضت كلامهم كان كيسي بيهاجمها ويوبخها ويرخم عليها زياده بحجه انها عايشه الدور عليهم، لغايه ما جابت اخرها ومشيت تاني. لكن المره دي مش هيسيبها في حالها وهينتقم منها، ورفض يدفع لها مستحقاتها او ينفذ شروط العقد بينهم. وفوق كل ده شال اسمها من الفيلم خالص وما بقتش مديرة التصوير ولا حاجه رغم كل الشغل اللي قامت بيه. وده نفس اللي هيعمله مع المنتجه الاولى اللي مش هتاخد فلوس على الشهور اللي قضتها معاهم ولا كانها اشتغلت على الفيلم اصلا. ثم لما رفعوا عليه قضايا هما الاثنين رفض طبعا كل الاتهامات وهدد ان هو هيقاضيهم هما كمان عشان بيحاولوا يشوهوا سمعته. لكن ولاد الحلال نصحوه ما يكبرش الموضوع ويحلوا معاهم بالحب وخلاص. وفي النهايه دفع لكل واحده تقريبا 2 مليون دولار وقفلوا القضيه وانتهى الحوار، او هكذا الظن. طب لما هو كده وشخص مش تمام وعليه قضايا واتهامات من النوع ده، ليه ما فيش حد بيتكلم عليها طول السنين دي؟ وازاي كمل في مسيرته عادي كده؟ في مقال على صحيفه التليجراف بيحللوا ان سبب اختفاء الكلام عن الاتهامات دي وقتها او حتى بعد ظهورها لاول مره في 2010 هي سياسه اعلاميه اعتمدها كيسي أفليك قايمه على جزئين. الاول ان هو يعيد رسم صوره الشاب الخجول اللي مش بيحب الشهره ولا عاجبه الاهتمام بيه والضغوطات اللي جايه مع كده، وبالتالي في عيون كل الناس يبقى اشبه باندر دوج او شخصيه الكل يحبها ويتعاطف معاه، ولو حصل وعمل حاجه غلط فهو مش قصده واصلا الموضوع صعب عليه ومش عارف يتاقلم. Trying to squeeze in a little bit of life. And if I'm not promoting a movie, then I'm not going to do any press probably. So that's why you haven't heard from me. حلو. ومن الناحية التانية إن ما عندوش مشكلة يتكلم عن الاتهامات دي ويقابل الأسئلة في الحوارات عادي كأن مفيش عنده اللي يخبيه، لكن بيتكلم عنها من زاوية معينة بتلمح لأنه ما عملش حاجة فعلا، لكن متعاطف مع الضحايا اللي ممكن يكون حصل لهم مشكلة هناك أو حد من اللي شغالين معاه كان السبب في كده، بينما هو ملوش علاقة بالكلام ده ولا كان يعرف إنه بيحصل. في حين إن اتفاق تسوية القضايا بيضمن سرية البنود والاتهامات، فمحدش من الاتنين هيعرف يكشف عنها ولا يقدروا يتكلموا فعلا قدام الناس، فهو كده نظريا في السليم. وعلى حد تعبيره إن ده بيحصل مع كل المشاهير والناس بتتلزق فيهم وتتهمهم بأي طريقة لأنهم معتقدين إن ده عادي، في حين إن هو رجل العائلة والأب اللي بيستمد قوته من أطفاله عشان يكمل. It's my kids who give me permission to do this because they have got the strength of character to keep at bay all of the noise that sometimes surrounds people who live publicly. وده فعلا كان شغال وجايب نتيجة، ونظريا أنهى الموضوع لغاية 2017 أول ما ترشح للأوسكار وبقى نجم كبير بمعايير الصناعة، لكن التغطية والاهتمام الإعلامي هيخلوا الناس تدور وراه وتجيب تاريخه من الأول وكل حاجة عنه بما فيها القضايا والمشاكل دي، وما تعرفش بقى هيجيبوا التفاصيل منين، بالذات عشان في نفس السنة كان مخرج فيلم دي بيرث اوف ا نيشن اللي هو نيت باركر وواحد من أهم نجوم وأفلام 2017، وكان منتظر يفوز بجوائز أوسكار كتيرة هو كمان، لكنه كان متهم في قضية اعتداء قديمة خد فيها براءة سنة 2001، لكن كان في جدل على القضية ومحدش عارف ايه اللي حصل بالظبط، خصوصا ان شريكه اللي كان معاه فيها اتحبس وبعدين طلع براءة تاني والضحية ماتت، ويعني محدش فاهم فيه ايه، فالدنيا كلها قامت عليه وتكنسل سريعا، والكل كان مركز مع النوعية دي من الأخبار، وده هيوصل قمته السنة اللي بعدها على طول، وبدأت مطالبات بسحب ترشيح أفليك وانتقادات كتير على الأكاديمية، وكل يوم الجدل بيزيد والهجوم مستمر على كيسي أفليك اللي واضح ان محدش كان مهتم من هوليوود أو الإعلام، بعكس الراجل التاني
تاني لانه اسود زي ما اتقال وقتها ولسه كمان لغايه دلوقتي بيقولوا، ولذلك على اي حال هيفوز بالجولدن جلوب ومن بعدها جايزه الاوسكار كافضل ممثل، وخلالهم هترفض بري لارسون اللي قدمت الجايزتين ليه وواحده من اكبر النسويات في هوليوود انها تسلم عليه او تسقف لكيسي، وهيزيد اكتر الجدل والغضب عليه وعلى الاوسكار، وهيتمسح بيه الارض في كل مكان بعدها، خصوصا بعدها بشويه كانت حركه مي تو بدات تعمل رعب في هوليوود وهتوقع سيء الذكر هارفي واينشتاين، ومصايب كتيره هتتكشف وناس كبيره هتتفضح عشان يقوم يختفي هو بهدوء بدون رد او كلام على كل اللي بيحصل. طب ليه سكت وما ردش على حاجه ولا قال الجانب الخاص بيه من القصه؟ في الاول قال ان هو مش عايز يعمل قلق اكتر ولا يدي الناس حاجه يتكلموا عليها، وفوق كده مش عايز يظهر انه ضد مطالبات حد بحقه او ان هو مناهض لحركه مي تو ولا حاجه، لكنه معاهم قلبا وقالبا، بس اللي حصل اذاه وكان صعب جدا عليه، ففضل ان هو يسكت ويبعد احسن، لانه على حسب كلامه والصوره المعروفه عنه مش بيحب الاضواء ولا بيعمل مقابلات غير لو في فيلم ولا حاجه، غير كده مش بيتكلم وملوش علاقه بالعالم. ثم بين 2018 و2019 هيعترف بشكل غير مباشر بان في حاجه حصلت فعلا، والقضايا دي مش كلام فاضي زي ما كان بيقول زمان، وان بيئه الفيلم الوثائقي كانت غير احترافيه وما كانش مدرك لاي مدى هو مسؤول كمخرج ومنتج عن كل حاجه بتحصل حواليه، وازاي التصوير كله كان عشوائي وفوضوي زي ما كانت طبيعه الفيلم الساخر، وكل يوم حفلات وشرب وبلاوي بيعملوها، لكن زي ما تقول كده وسعت منه والامور خرجت عن السيطره من غير برضه ما يقول عمل ايه بالظبط ولا ايه اللي حصل. 2008, 2009 we shot, and I was one of the producers, and it was this kind of crazy mockumentary, very unconventional movie with the cast as the crew, and the crew was kind of the cast, and it was an unprofessional environment, and I contributed to that unprofessional environment, and I tolerated that kind of behavior from other people, and I wish that I hadn't, and I regret a lot of that. I really did not know what it was, what I was responsible for as kind of the boss. I don't know if I even thought of myself as the boss. But I behaved in a way and I allowed others to behave in a way that was really unprofessional, and I'm sorry. وكلام كتير مش واضح وبيحاول يهرب بيه من الجدل عشان كمان يحاول يركب الترند معاهم ويطلع هو كمان يساند المرأة والحركات النسوية في هوليوود وازاي هم مظلومين ومحدش بيسمع ليهم. لازم كلنا وانا اولهم نفهم ده ونحاول نغيره، وانا معاكم بقى والحوارات دي، لكن ده مش هيغير حاجة على الاقل وقتها من مسيرته اللي تعتبر وقفت خلاص، وغالبا مش هيشارك في اي افلام مهمة او انتاجات كبيرة، من زوجته اللي هتاخد عيالها وتتطلق وتمشي بعيد عنه، او اخوها خواكين فينيكس صديق عمره ورفيق الكفاح اللي هيقطع علاقته معاه للابد، وحتى المفروض كان يقدم جائزة أحسن ممثلة السنة اللي بعدها كما هي العادة وزي ما بيحصل كل مرة، لكنه انسحب تحت الضغط من كل مكان ضده، ويعني سمعته ضاعت ومحدش عايز يشوف وشه، بس دي برضه مش النهاية ولا قصته هتخلص على كده، وهيحاول يرجع تاني بس برضه بهدوء، يعني هتلاقيه شغال بس في أفلام صغيرة بعيد عن الدوشة والإعلام والكلام، ومفيش مقابلات كتيرة أو حملات دعاية واسعة، فمحدش هيتكلم ولا يسأله عن الماضي، وفي نفس الوقت هتلاقي مش ناس كتيرة أصلا مهتمة بالأفلام دي زي ما كان زمان كده شغال بعيد عن الباقيين وفي هدوء مع نفسه. ومثلا في 2019 هيعمل فيلم لايت اوف ماي لايف اللي كتبه واخرجه وقام ببطولته وانتجه كمان، وقصته بسيطه خالص، في عالم ما بعد الحضاره هو اب بيحاول يحمي بنته بعد ما كل الستات اختفوا من الحياه وهي الاخيره، مش عارف بقى قصده ايه بالكلام ده ولا بيلقح على الاتهامات ولا ايه، وفي حين ان اخوه بين افليك بعيد عن الموضوع ده خالص الا ان صديقهم مات ديمون معاه على طول، واحتمال كبير يكون هو برضه السبب في ظهور كيسي في اوبنهايمر مع نولان، والسنه اللي فاتت عمل معاه فيلم دي انستيجيتورز عشان يزق مسيرته ولا يرجعوا الحاجه عليها القيمه، ده غير الافلام اللي عملها في النص مع برضه ممثلين محترمين والحاجات الكتيره اللي لسه شغال عليها من تمثيل لاخراج وكتابه، وبشكل واضح محدش من الصحافه بقى مهتم بماضيه، واغلب المقابلات بيقول فيها نفس الكلام ده لو اتسال عن الازمه اصلا، والاعتقاد السائد ان شبه الاعتذار بتاعه ده ومواجهته للغلط اللي قام بيه بينهي الخلاف وخلاص بقى نموف اون، وبالتدريج بيرجع تاني في هدوء وبدون اثاره جدل، وعلى اي حال مش بعيد تلاقي كيسي افليك راجع تاني السنه الجايه ولا حاجه بفيلم كبير ولا ترشيح لجوائز، وهوليوود مستعده تتقبله من جديد، ونفس اللي ساعدوه قبل كده هيقفوا جنبه تاني وعادي بقى ولا كأن حاجه حصلت، ده لو كانت حصلت فعلا ولا ايه بقى محدش عارف حاجه، بس انت ايه رايك؟ You know, I came across a New York Times headline from a few years ago that said Casey Affleck should be more famous. A curse. Should you be? No, I don't think so. I'm pretty happy with how things are right now. I feel like I get to do movies I like to do every now and again. I make a living and I don't get bothered on the street. People were becoming famous while they were alive. There was a distortion of facts and a misrepresentation of those personalities through the depiction in popular media. So
It brings to mind, you know, the relationship between fans and Hollywood stars. You know, there's an old saying about actors that, how does it go? Hollywood is a place where they put people under contract and they should be putting them under observation. And in this business, women have been underrepresented and underpaid and objectified and diminished and humiliated and belittled in a bazillion ways, and just generally had a mountain of grief thrown at them forever. And no one was really making too much of a fuss about it, myself included, until a few women with the kind of courage and wisdom to stand up and say, you know what, enough is enough. And those are the people who are kind of leading this conversation and should be leading the conversation. And I know just enough to know that I, in general, need to just kind of keep my mouth shut and listen and try to figure out what's going on and be a supporter and a follower in the little teeny tiny ways that I can.